وكنت مما ذكرته له بأن أحد شيوخنا وهو الشيخ حمود مقبيل الصوافي حفظه الله تعالى قبل سنوات قليلة سافر إلى ألمانيا لأخذ الفحوص والعلاج، وكان ابني أفلح في رفقته. وعندما فحص دمه وعرضت نتيجة الفحص على طبيبة ألمانية عجبت من صفاء هذا الدم، وقالت: رجل في مثل عمرك يكون دمه بهذا الصفاء، هذا أمر عجب. وقالت: لو كنتم تعيشون بيننا وتشربون الخمر كما نشربها لما كان دمك بهذا الصفاء، يستحيل أن يكون دمك بهذا الصفاء، وإنما هذا يعود إلى ورعكم. وقالت له: لو كان الناس عندنا مثلكم لأغلقنا نصف المستشفيات واستغنينا عن نصف الأطباء الموجودين عندنا.